في فترة الصيف تعطيك ظلا، وفي فترة الشتاء تعطي مجالا للحرارة والدفء. تلاقي كل حاجة لطيفة جدا بالنسبة لربنا. يعني لقيت كلب بيجري ورا قطة، والقطة جريت طلعت فوق الشجرة. قلت له شايف اهو ربنا يعمل ايه؟ الضعيف يديله قوة على الهروب اكتر من القوي. الكلب يقدر يفترس القطة، لكن القطة تقدر تجري اسرع منه وتقدر تتشعبط فوق الشجرة ما يطولهاش، وتبص له من فوق وهو يهوهو وانت تحت وانت خايف. انتوا مبسوطين من القطة ولا من نعمة ربنا على القطة؟ بنفس الدرجة تلاقوا الأسد يقدر ياكل الغزال، لكن الغزال عنده قوة على الجري أكتر من الأسد. فلما تبص المنظر كده تقول يا سلام على ربنا في عطفه وفي حنوه، إزاي إن هو بيخلق بيدي الضعيف فرصة إن ينجو من بطش القوي. ده يمكن تديك إيمان، تقول أنا إنسان ضعيف وفي أقوياء ممكن يبطشوا بيا، ربنا يعطف علي زي ما بيعطف على هذه المخلوقات. خلي كل حاجة تفكرك بربنا. إذا كنت عايز تحب ربنا تذكر إحسانات الله إليك، تذكر إحسانات الله إليك، تذكر إحسانات الله إليك في كل حياتك. بل أستطيع أن أقول لك تذكر إحسانات الله إليك قبل ما تتولد. تقول لي إزاي بس؟ أقول لك لو كانت أمك عاقر أو أبوك عقيم ما كنتش اتولدت، لكن كون إن ربنا خلق لك أم ممكن تولد وأب ممكن يخلف عيال، دي أوجدتك، فتقول له أشكرك يا رب إن أنا اتولدت. كان ممكن ما اتولدش وممكن ما كنش موجود خالص. عشان تحب ربنا افتكر ستر الله عليك ومعونة الله ليك وإنقاذ الله ليك من حاجات كتيرة جدا ومن مواقف محرجة وعدم كشفه ليك في أخطاء كثيرة. وافتكر قول داود النبي: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. لو نسيت حسنات الله إليك مش هتحب. كل ما واحد يعمل فيك جميل وتفتكر الجميل تحب هذا الشخص، لكن لما تنسى جميله عليك هتحبه ازاي؟ كذلك ربنا عايز تحبه افتكر إحساناته إليك وجميله، مش ليك انت بس، ليك ولكل أحبائك وأصدقائك وللبلد نفسها وللكنيسة. وتشوف إزاي ربنا نجاك ونجى الكنيسة كلها من حاجات كتيرة. لما بننسى الحاجات دي بتقل محبتنا لربنا. ولذلك داود كان في مخه الحكاية دي باستمرار، مش بس لما قال في مزمور 103 باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، إنما أيضا يقول لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. يقول الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. يقول نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجوم. طب ده داود كان ملك عظيم وكل الخيرات عنده، لكن افتكر أيام ما كان زي العصفور في فخ الصيادين، ما نسيهاش. لو تيجي في يوم من الأيام وتكتب إحسانات الله إليك كلها، كل خير عمله فيك ربنا، كل خير، ولا تنسى شيء على الإطلاق.
لكن مش تنسب الخير لذكائك. لما تنجح تقول أنا كنت مذاكر كويس جدا وحافظ الدروس ومستعد ومراجع. لا، أنت تقول يا رب أشكرك على النجاح، لأن كان ممكن تيجي أسئلة غير متوقعة أو معقدة، أو ممكن تتلخم ساعة الامتحان وما تفتكرش. افتكر إحسانات الله إليك، مش بس في الخيرات المادية، وإنما أيضا في الحياة الروحية. إزاي ربنا جابك للكنيسة دلوقتي وقاعد أنت على كرسي بتسمع؟ إزاي ربنا بيخليك تتناول؟ إزاي ربنا؟ افتكر إحسانات الله إليك في الفداء العظيم الذي قدمه. يا ما احنا بننسى هذا الفداء العظيم، ما بناخدش بالنا ودينا ماشيين في السكة. لكن الكنيسة علشان تفكرنا خلتنا نتذكر هذا الفداء في صلاة الساعة 6 من كل يوم. نقول له يا من في اليوم 6 وفي الساعة 6 سمرت على الصليب من أجل الخطية إلى آخره. افتكر إحسانات الله إليك ولكل أحبائك. افتكر آلام المسيح من أجلك. افتكر كل نعمة جات لك. افتكر حب ربنا من أجل المواهب التي أعطاك إياها. يعني واحد ربنا يديله ذكاء مثلا، فبدل ما يحب ربنا الذي أعطاه الذكاء تلاقيه يغتر بهذا الذكاء ويكبر قلبه ويعجب بنفسه. الذكاء الله، بدل ما تعجب بنفسك تشكر ربنا اللي أعطاك وتحب ربنا لأنه أعطاك. في إنسانة تبص في المراية وتشكر ربنا إن ربنا خلقها بالشكل ده، ولا تنبسط إنها هي بالشكل ده؟ ففي واحد ينبسط من نفسه وواحد ينبسط من ربنا. هذا الفرق بين اللي بيحب ربنا واللي ما بيحبش ربنا. تذكر إحسانات الله إليك تنبسط. إذا أردت إنك تحب ربنا حاول إنك أنت تخلي صلاتك بحب، صلاة بعاطفة، زي ما داوود كان بيصلي. لو صليت بطريقة روتينية لا تصل إلى محبة ربنا. إن صليت بعاطفة وبحب ممكن إنك أنت تصل إليه. ده بولس الرسول قال 5 كلمات بفهم أحسن من 10,000 كلمة بلسان.